السلام عليكم، أنا أحمد الإمام. ناس كتير سألتني قالت لي: "أنت يعني إزاي بتعدّل الفيديوهات بتاعتك؟" هو الفيديو يعني أنا زي ما قُلت لبعض الناس إن أنا باعدّلها ببرامج free. ده شبه الفيديوهات اللي هو يا جماعة تعالوا أنا طبخت أكلة مش عارف مكرونة بالجمبري ب10 جنيه وأنا في الآخر عندي الجمبري وعندي المكرونة ويا دوبك اشتريت مثلًا الصلصة، هي حاجة شبه كده. الفيديو هيبقى أول حاجة عشان تقدر تستخدم الapplications الfree إنّك يكون معاك Mac. ف فدي أول خطوة إنّك يكون معاك جهاز Mac. أنا باستخدم إيه، باستخدم Keynote برنامج free بيعمل slides، وبرنامج iMovie. iMovie ده هو اللي بيعدّل الفيديوز. أنا حاليًا فاتح الفيديو بيه. إيه اللي إحنا عايزين نعمله كsample؟ مثلًا أنا عندي ال آمم الفيديو اللي هو قدّامنا ده. السلام عليكم، أنا أحمد الإمام. أنا عايز أظهر حاجة شبه كده. يعني أنا عملت مثلًا الdesign ده يعني أنا لسه مألّفه حالًا، فأنا عاوز أعمل الanimation دي إن هي تظهر. فدي مثال. أنت سجّلت فيديو مثلًا زي الفيديو اللي أنا ظاهر فيه ده، وأنت عاوز تركّب فوق الفيديو حاجات، يعني أيًا كان بقى أنت عايز تركّب كلمات، صور، حاجات من دي وعايز تركّبها فوق الفيديو ده غالبًا اللي معظم الناس بتحتاجه. فهنشرح إزاي أنا باعمل ده، فيالّا بينا نبدأ. فأنا أول حاجة هاعملها هافتح برنامج Keynote زي ما قُلت. هو برنامج بيعمل slides. ممكن تلاقي في أي operating system حاجات مشابهة ليه. الميزة في Keynote إن هو يعني سهل، ما أعرفش، وغير كده إنه free. فأنا هافترض إن أنا عايز أعمل الdesign اللي إحنا قُلنا عليه بتاع اللي عليه الاسم، اللي وريناه في الفيديو اللي فات كمثال. فأنا هافترض يعني أنا هاعمل حاجة سريعًا برضه عشان الناس تعرف. أنا عملت بلوك زي ده، خدت فيه shapes باختارها. فمثلًا هاخلّيها باللون اللي أنا قُلت هاعمله، وقُلت أنا عايز هاكتب اسمي whatever بقى الاسم أنت تقدر تعمل له design أو تعدّله من هنا الfont و. مش موضوعنا. هاجي مثلًا على الشكل اللي هو كان شكل المثلثات والحاجات اللي كان ظاهر في الفيديو. فأنا باقدر أقوم جايب مثلث بالشكل ده وأقول له مثلًا خلّيه ده الfill ما تملاهوش، واعمل مثلًا الborder line وخلّيه 2 بيكسل، مثلًا ادّي له اللون الأورنج. وبعد كده هاعمل كذا مثلث وأدّيهم ألوانات مختلفة. مثلًا ده هيبقى اللون ده وده هيبقى وهارتّبهم بأيًا كان الشكل. يعني هنفترض إنه بالشكل الجميل ده. وأنا هاقوم جاي في keynote حاجة اسمها group. هاقوم جاي عامل لهم group على أساس يبقوا سوا، فأقدر أصغّر الشكل، أكبّره و. هادراجه هنا. هو الشكل طبعًا يعني مش أحسن حاجة، بس أنا قصدي يعني هو كمثال. كل واحد بقى يعمل الشكل اللي هو حابّه بالdesign اللي هو حابّه. ده مش موضوعنا يعني. المهم يعني أنت هتعمل الشكل بالstyle اللي أنت حابّه. طيب أنا إزاي هاحُط الكلام ده على الفيديو؟ فأنا هافترض إن أنا عملت الشكل بالشكل ده. يعني أنت باعمل بالشكل اللي أنت حابّه، أنا لسه مألّف الشكل ده حالًا. فنفترض إن أنا عملته بالشكل ده. طَب إزاي بقى هيبقى animated؟ Keynote فيه ميزة إنه بيقدر يدّيك animation سريعة من غير أي مجهود بحاجة بسيطة خالص. فأنا معايا البلوك ده أنا عملته group اللي هو كان فيه الصور اللي هو فيه المثلثات اللي أنا عملتها مع الاسم والtext اللي أنا حطيته بالdesign اللي أنا شُفته. ففي حاجة تابة هنا اسمها animate. فأنا عايز أقول له اعمل لي دي خلّيها تتحرك. فباختار هنا هاقول له إن أنا عايزها تعمل fade and move يعني تتحرك كده. تقدر تعدّل مثلًا تقول له أنا عايزه يتحرك المسافة جاي منين. يعني لو أنت عندك مثلًا element، هافترض إن الelement ده أنت عايزه يتحرك ييجي هنا، وأنت بتقول له أنا عايزه يتحرك من فوق لتحت مثلًا. يعني خلّينا نعملها بالشكل ده. فأنت عايز تقول له إن هو ييجي من فوق لتحت بالشكل ده. فأنت إيه، هو في العادي بيبقى لو المسافة 100% جاي من المسافة بييجي من بعيد. فأنت تقدر تقول له لأ، أنا عايز المسافة يبقى هو جاي نُص المسافة يعني، فييجي من قريب، حاجة شبه كده. فأنا نفس الفكرة، أنا عايزه ييجي من برّه زي ما إحنا قُلنا من left to right. فهامove دي ترجع مكانها. حاجة شبه كده. وهو إيه، أنا حطيت الanimation. فأنا لو قُلت له preview خلاص هو بيتحرك دلوقتي بالشكل اللي أنا عايزه. ممكن طبعًا تقدر تغيّر بقى كل أنواع الanimation بقى اللي أنت حاببها. يعني أيًا كان أنت شوف الanimation اللي تعجبك.
ممكن تعمله whatever. انا شايف ان هي يعني كافية في الكيس بتاعة الحركة دي، وممكن حتى تعملها انها بتموف من غير الفيد، فتظهر على طول ايا كان. طيب انا ازاي هخلي دي تبقى فيديو، او تحط ازاي على الفيديو؟ في حاجتين. اول حاجه في كينوت انه بيقدر يخليك تاكسبورت فيديو، بس انت عشان تاكسبورت فيديو هتحط فيديو فوق فيديو، ففي حاجه اسمها اللي هي الكروما. فالكروما دي اللي هو لو انت بتتصور بتبقى عايز وراك سكرين خضراء شبه اللون ده مثلا. فاحنا انا يعني ايه بسيميليت كأن في كروما، فانا هفترض ان في كروما، فاقوم جاي على الباك جراوند بتاعه السلايد نفسها، واقول له بص يا معلم خلي لي دي باللون الايه، لون الكروما ده اللي هو اللون الفاقع ده. فكده كأني وكأن ده الانتيتي اللي انا عايزها ووراها كروما. وفي كينوت في ميزه ان انا اقدر اقول له اكسبورت فيديو، فاقول له اكسبورت تو فيديو، وبختار انا مثلا عايز السلايد اللي هي الاخيره دي، فاقول له من 24 ل 24 الرقم السلايد بالذات، لان هو لو انت سبتها مفتوحه هو هيكسبورت السلايدز كلها يبقى كانه فول موفي كبير، فانت مش محتاج ده. وهقول له سيف واوكي فهو هيكسبورت لي فيديو بالشكل ده. فانا هفتح بعد كده هوريك شكل الفيديو. هفتح بعد كده اللي هو اي موفي، ده الابلكيشن اللي انا بستخدمه لتعديل الفيديوز، ده برضو فري في ماك. هو ما انا جاي حاطط الفيديو، فهو الفيديو هيبقى غالبا اول ما انت هتحطه هيبقى بالشكل ده، اللي هو هنا في فيديو فوق فيديو. هو جاب الانيميشن اهي زي ما احنا شايفين، بس اللون الاخضر ظاهر. فهنا بتقدر تدوس هنا على التابه دي وبتعدل، تقول له انا عايزه جرين بلو، فهو هنا خلاص هو هيقوم جايبها لك بالشكل ده. فانت بص هتلاقي الفيديو السلام عليكم انا احمد الامام بالشكل ده. فانت بقى لو عايز تعرض اي حاجه، عايز تحط اي صور وانت بتتكلم تحط، فكلها تبقى شبه دي. هتقوم انت جاي مكريت سلايد تعملها بالشكل اللي انت عايزه، تخلي في الاخر الباك جراوند كروما، وبتكسبورت فيديو، فبتقدر تحطه بالفيديو على فيديو بنفس الستايل اللي انا قلت عليه ده. تقدر انا شايف ان تقدر تسيميليت نفس الكلام ده بابلكيشنز مختلفه على الاوبريتنج سيستم بتاعك. حاول تتجنب انك تختار مثلا في الديزاين هنا الالوان خضراء، لانه اما بتيجي تحطها اللون الاخضر بيتسحب من الصوره، لانه هو مش هيقدر يفرق بين الاخضر ده والاخضر اللي انت حاطه هنا، فمش هيبان، هتبقى الصوره مش مظبوطه. يلا سلام.